السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في خربشة كورة. والنهاردة هنتكلم على حاجات كلها حاجة جميلة، يعني ان الاهلي مثلا ضمن الحاجات اللي حصلت ان الاهلي حسم الدوري قبل نهاية الدوري بثلاث جولات، وبيستعد لمباراة مودرن سبورت على استاد القاهرة في الجولة ال34 والأخيرة يوم السبت. وكان هداف الدوري لغاية الجولة ديت يعني مثلا أسامة أبو علي 18 هدف، وبينافسه في يستر مالي بتاع بيراميدز ب17 هدف. فلو بنتكلم ان أسامة أبو علي جاي من نص الموسم، وان هو يجيب بقى هداف الدوري يعني مهاجم من الطراز الاول زي ما احنا بنقول. ولكن احنا بنتكلم الاسبوع ده على اسبوع ممتع كرويا، عن طريق ان انت تتطلع الجماهير لمتابعة اهم الدوريات الاوروبية، وهو الدوري الانجليزي اللي هيبدأ النهاردة بمباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام. وده من امتع الدوريات اللي الواحد بيحب يستمتع بيها. فيعني من ضمن الحاجات اللي حصلت في تاريخ الدوري الانجليزي ان من اكتر الفرق تحقيقا للانتصارات هم 10 فرق. 10 فرق هم من اكتر الفرق اللي حققت انتصارات. ومن اهمهم يعني هم مانشستر يونايتد لغاية الان هي متصدرة ب744، ارسنال ب673 انتصار، ليفربول ب652، تشيلسي ب647، توتنهام ب540، مانشستر سيتي ب529، ايفرتون ب439، نيوكاسل ب419، استون فيلا ب392 انتصار، ويست هام ب360 انتصار. الفرق ال10 دولت هم من اكتر الفرق انتصارات في الدوري الانجليزي، وما زالوا هما لغاية الآن مانشستر يونايتد هي توب فيهم زي ما هي. لكن احنا لو بنتكلم عن المنافسات، هي منافسات يعني هتبقى من نار، بما ان مانشستر سيتي لرابع مرة على التوالي كانت بتاخد الدوري الانجليزي. فنتمنى ان المباراة والفرق يعني يكون في منافسة. يعني الدوري الانجليزي بطبيعته ان هو دايما فيه منافسات، مفيش حاجة بين الفرق الكبير والفرق الصغير، مفيش فريق في اسمه في اول الدوري ونهاية الدوري. كل فرق الدوري الانجليزي ممتعة وجميلة، وكل المباريات عندهم ممتعة وجميلة لآخر دقيقة. ويعني ده من أمتع الحياة اللي بتحصل، وهو يعني أقوى الفرق وأقوى الدوريات في العالم الدوري الإنجليزي. يعني أنا شايف إن هو بيبقى ممتع أكتر من الدوري الأسباني حتى. لكن الدوري الأسباني السنة دي برضو هيبقى فيه متعة كروية، بما إن بن إمبابي بقى في ريال مدريد، فهيبقى فيه متعة كروية برضو في الدوري الاسباني. فبس يعني احنا بنتكلم ان انت مثلا بتتكلم على الدوري الاسباني، مثلا في 3 فرق او 4 فرق هم بينافسوا على الدوري الاسباني كل موسم. لكن الدوري الانجليزي انت بتتكلم على توتنهام، ارسنال، تشيلسي، ليفربول، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي. انت بتتكلم في 6 7 فرق هم، يعني احنا بنقولوا من الطراز الاول، لكن بيجي برضك معاهم نيوكاسل، استون فيلا، ويست هام. الفرق دي كلها بتعمل شغل ايفرتون برضك بتعمل شغل عالي جدا. لكن احنا بنتكلم ان مثلا يعني من برضك من الفرقات الجميلة ان اول مباراة لليفربول هتقام يعني هتبقى يوم السبت، وهيتواجه فيها الثنائي المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول، وسام مرسي مع فريقه إيبوتش تاون. وده صاعد حديثا للدوري الإنجليزي، ودي أول مباراة وأول مواجهة بين سام مرسي ومحمد صلاح في الدوري الإنجليزي. فنتمنى إن سام مرسي يثبت كفاءته ويرجع للمنتخب المصري تاني. وبرضك من اهم المباريات واقواهم في الدوري الانجليزي في اول موسم هي مباراة تشيلسي مع مان سيتي، وده تعتبر ديربي اقوى
ماتش هيكون في الجولة الأولى، مع ان ليستر سيتي هتلاعب توتنهام برضك يوم الاثنين. لكن احنا بنتكلم عن الفرق القوية اللي هم احنا بنقول اللي هم الستة التوب، تشيلسي مع مان سيتي، فديت هتبقى من اقوى المباريات يوم الاحد. والارسنال هيلعب مع وولفرهامبتون يوم السبت. فهنشوف المباراة، وهي كده كده يعني الدوري الانجليزي ممتع بطبيعة حال يعني، ونتمنى ان يكون اسبوع شيق وممتع في الدوري الانجليزي، ونتمنى ان احنا في يوم من الايام نشوف الدوري المصري بتاعنا بربع ممتعة الدوري الانجليزي. واتمنى ان انا اكون ضيف خفيف عليكم، وشكرا، واتمنى المتابعة، وما تنسوش اللايك والشير.